حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم الجمبري بصوص الزبده والمستردة. حاجه كده يا جماعه خيال. صوص وهمي خطير بجد خطير. عملت جنبه بقى شويه رز ابيض انما ايه حكايه. وتاكلي كده بقى الصوص تحطي على الرز وتاكلي خطير. ولا الجمبري بقى يا سلام كده لما تغمسيه في الصوص حكاية. الصوص بجد خطير. جربي واعمليه وانا واثقة انه هيعجبك بإذن الله. وما تنسيش تدعيلي بقى. اوكي. يعني عايزة اقولك بجد تحفة. يلا بقى مش هطول عليكم. نصلي ونسلم على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف مقادير وصفتنا النهاردة. عندي بقى الراعي الرسمي بتاع الوصفة طبعا الجمبري ومعايا المستردة. بالنسبة للجمبري الكمية بقى اللي انتي هتعمليها على حسب عدد افراد الاسرة عندك. انا هنا عندي حوالي نص كيلو، وعندي كمان فلفل الوان احمر واخضر واصفر، وعندي بصل مقطعاه زي ما انتم شايفين كده جوانح، وعندي طماطمية صغيرة مقطعاها مكعبات، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. والبهارات عندي كمان عبارة عندي بقى نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة الناشفة، ومكعب من مرقة الدجاج، ونص معلقة من السكر، وطبعا الملح والفلفل الاسود برضو نص معلقة. انا ما بحبش اكتر توابل خالص مع الاسماك بالذات علشان طعم السمك كده يظهر، وبالذات بقى معانا كمان ايه الجمبري، فمش عايزين اي حاجة تغطي على طعمه. بصوا بقى انا كده جبت خلة اسنان وحطيتها زي ما انتوا شفتوا كده في ظهر الجمبري علشان اطلع الكيس الرملي اللي موجود في ظهر الجمبرية بتاعتي. طيب لو معرفتيش تطلعيها بالطريقة دي بتعملي زي ما انا بعمل كده بالسكينة، وبتفتحي في ظهره برضو وتطلعيه اهو. بصوا بيبقى خيط رفيع اللي انتوا شايفينه الاسود ده لازم بيطلع، ده بيبقى كيس رملي موجود في ظهر الجمبري. كده اتاكد ان انا طلعته كله انه نضف معايا وبقى زي الفل. وبعد كده باخده واغسله غسله محترمه كده بقى واشطفه كويس قوي بميه جاريه تحت الحنفيه. وبس كده والجمبري بتاعنا بقى جاهز معايا كده. نضفته وغسلته وبقى زي الفل. نشوف بقى بقية خطواتنا. هروح على البوتاجاز هحط مكعبين كده محترمين برضو من الزبدة، ومعاهم معلقتين زيت كده علشان بس الزبدة ما تتحرقش مني. وانزل عليهم بقى بالبصل، هي بصلاية واحدة عشان انا مش معايا جمبري كتير زي ما قلت لكم. بصلاية واحدة كده كويسة متوسطة، وبنزل بقى بيها في الزبدة واديها كده تقليبة. انا مش عايزه لونها يتغير ولا اي حاجه، انا بس عايزاها تدبل معايا. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما اديت للبصله كده تقليبه هنزل بقى بالثوم المفروم. هنزل بحوالي كده نص معلقه الاول اقلبها مع البصله، وبعد كده هنزل بالفلفل الالوان واديله هو كمان تقليبه مع البصل بقى والثوم، والريحه خطيره خطيره بجد. الزبدة بقى مع شوية الخضار كده ادت طعم فظيع. ننزل بقى بالجمبري بتاعنا ونديله هو كمان تقليبة مع شوية الخضار اللي احنا حطيناهم دول. بس انا حاسة هنا الصينية بتاعتي صغيرة شوية فنقلتها في صينية تاني اكبر عشان اعرف كده اخد راحتي وانا بقلب. وهبدأ كده اقلب في الجمبري بتاعي. واول ما يبتدي كده يغير لونه زي ما انتوا شايفين وياخد يبدأ كده هيلون اللون الاورنج بتاعه الحلو ده، هنزل بقى بالتوابل اللي معايا. انا زي ما قلت لكم ما بحبش اكتر توابل خالص في السمك وبالذات الجمبري علشان طعمه كده مش عايزه حاجه تغطي على طعمه. هو طعمه لوحده بيبقى حكايه. فبننزل بس بالكمون والكزبرة ورشة السكر والفلفل الأسود والملح. مكعب المرقة اللي ما بيحبش يستخدم المكعبات المرقة الجاهزة دي ما يستخدمهاش، دي حاجة ترجع ليكي انتي. بس كده واقلب كل الكلام ده مع بعضه. ويعني الجمبري كده لما ابتدى كده لونه يتغير وريحته طلعت بقى كده مع شوية الخضار والزبدة، عايزة اقول لكم الريحة بجد تجنن تحفة جدا. هنحط بقى الطماطم، هي طماطمية واحدة مقطعاها مكعبات صغيرة كده، ونديها هي كمان تقليبة. بصوا يعني هي كده تتاكل، هي الاكلة كده تمام، اللي عايز ياكلها كده ياكلها. يعني هي كده طعمها بجد خرافي.
حلو جدا جدا. بس بقى ايه، هنحليها اكتر واكتر، فنعمل بقى الصوص اللي هيخليه طعمها يروح في حتة تانية خالص. هنحط بقى كده معلقتين كبار من المستردة، ونديها بقى تقليبة. عايزة اقول لكم المستردة مع الزبدة بتعمل صوص كده بيودي الجمبري بجد في حتة تانية بجد، طعم مختلف حلو قوي قوي. لازم تجربوا بنفسكم عشان تشوفوا بجد، يعني صدقوني مش هتندموا. بعد كده نحط بقى معلقتين من الدقيق ده هيربط معايا الصوص، يخلي ليه قوام وسمك كده حلو. وافضل اقلب في الدقيق كده لحد ما الدقيق يختفي معايا خالص، ما يبقاش قدامي اي دقيق، اتاكد ان الدقيق اختفى معايا خالص. بعدين انزل بقى بكوبايه من الميه واقلب واشوف هحتاج تاني ولا لا. انا قلبت هنا كده، لا حاسه ان لا محتاجه كمان كوبايه ميه تاني، فهزود كوبايه ميه كمان بالشكل ده كده ونقلب. بصوا بقى الجمال، شايفين اللون بتاع الصوص خطير. ولسه بقى لما يعني يغلي كمان بقى وياخد من طعم الخضار كده والحاجات دي حلوة قوي. فاكرين بقى معلقة التوم اللي قلنا عليها في الاول، اخدنا نص معلقة ودلوقتي حطيت النص معلقة التاني عشان يدي ريحة كده حلوة. وكمان حطيت نص كوباية من اللبن او الحليب زي ما الناس في الدول العربية بتقول على اللبن حليب. بس كده، ويغلي غلوتين لغاية ما قوامه كده يبقى بصوا السمك كده. وبس كده وصفتنا خلصت وبقت زي الفل. نغرف بقى طبقنا، وزي ما انتوا شايفين جماله، يعني الطبق بجد بيتكلم. الصوص بيبقى قوامه حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده، مع شوية الخضار. بصوا البصل والفلفل والحاجات اللي احنا حطيناها مع الصوص بتدي طعم حلو قوي قوي، وتنزل كده على الرز وتاكلي الصوص مع الخضار، طعمه حلو قوي بجد خطير. بالنسبه للرز الابيض، انا كنت عامله طريقه الرز الابيض في حلقه قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. ان ازاي تطلعيه مفلفل بالحبايه كده وطعمه بيبقى في منتهى الجمال والروعه. وبصوا يعني الصوص لما بيتحط على الرز بجد الطعم حدوته حدوته بجد. ولا الجمبري بقى وجماله، يعني بصوا الجمبري اصلا شكله بيتكلم. هو اصلا لونه الحلو ده، واخد من اللون الاصفر كمان بتاع الصوص اللي احنا عملناه، وطعمه بقى بجد خطير. بصوا بيتقشر كده، انا كان ممكن اقشره واحطه متقشر، بس لا هو كده شكله احلى. وكمان شوية بقى البهاريز كده والحاجات اللي بتبقى عارفين في القشر بتاع الجمبري والراس والحاجات دي بتنزل الطعم بتاعها في الصوص، فبجد الصوص بيبقى طعمه وهمي بجد خطير. حط بقى الجمبري كده مع الصوص والرز وتاكلي خطير، او تغمسي كده بقى الجمبري في الصوص، يعني موضوع تاني خالص بجد، موضوع تاني خالص. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصف على القناة. وهستنى رأيكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم ان شاء الله. وباي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.